ازيكم؟ ساعة ذكية من شركة تركية اسمها بلو سمارت، اسمها BSWM12. الفيديو ده من اقتراح صديقنا هادي حمودة. هادي سألني عن الساعة وقال لي قول لي رأيك في الساعة، فأنا حبيت أعمل لك فيديو كده سريع يا عم هادي وأعرفك التفاصيل بخصوص الساعة دي. على حسب الكلام المنشور على الموقع الرسمي بتاع الشركة، فالساعة هنا بتعد عدد الخطوات اللي أنت بتمشيها، بتحسب لك كمان المسافة اللي أنت بتقطعها، بتقيس معدل السعرات الحرارية المحروقة، بتقيس كمان معدل ضربات القلب، فيها كمان إمكانية لتتبع أوضاع النوم المختلفة، بالإضافة لبعض المميزات التانية زي التحكم في المزيكا، معرفة أخبار الجو والطقس، دعم اختيارات الرسائل النصيه، دعم اختيارات مواقع التواصل الاجتماعي. على حسب كلام الشركه برضو الساعه هنا بتيجي ب 90 ملي امبير من ناحيه سعه البطاريه، وعلى حسب الكلام اللي موجود على الموقع الرسمي فان البطاريه هنا بتقعد معاك من 3 ل 4 ايام تقريبا، ده في وضع الاستخدام الشاق، ولكن بتقعد 15 يوم في وضع الاستخدام النموذجي. ولكن بالنظر للطريقه البدائيه اللي بتشحن بيها الساعه دي، انها بتتحط في جزء كده شبه الفلاشه وبتشحن عن طريق الجزء ده او عن طريق كيبل بدائي برضو، فشكل الساعه غير مبشر تماما. الساعه كمان واخده نفس الشكل بتاع المي باند 5 او يمكن المي باند 4 كمان. ولما شفت الساعه دققت فيها كده، رحت ادور على موقع زينون، فلقيت فيه ساعات شبه الساعه دي، تقدر تقول انها نسخه منها تقريبا. مش عايز اكون بجزم او باكد حاجه انا ما اقدرش اتاكد منها بشكل كامل، ولكن بشكل شبه كامل نفس المميزات بتاعت الساعه دي ونفس الشكل ونفس التصميم موجودين على موقع زينون. هو نفس الشكل، نفس الشاشه، نفس كمان الواتش فيس بنفس التفاصيل بدون اي اختلاف. سعر الساعه دي 170 ليره، اي ما يعادل حوالي 270 جنيه مصري، اي ما يعادل حوالي 9 دولار. طبعا دي حاجه لا ينصح بيها تماما، ولا انصح اي حد انه يشتري ساعه زي دي. طبعا حاجه مميزه ان في شركه تركيه بتعمل حاجه زي كده، ولكن اعتقد انها لسه قدامها كتير جدا عشان تقدر تنافس، وان الساعه دي بدائيه جدا. ونفس المنتج ده معروض على موقع زينون ب 90 جنيه بس، فلا انصح اي حد انه ممكن يشتري ساعه زي دي. بس كده، اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.